معاكم كيم هاجر. في الفيديو ده هنعمل مع بعض 2 دفتر جورنال جديد. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تحطوا لايك، تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله في القناة. ويلا بينا نبدأ الفيديو على السريع. اكيد طبعا شفتوا الفيديو الورق ده في المشتريات لما قلت لكم انا جبت 2 كانسول. معرفش حتى انا الفيديو ده نزل لكم ولا لا، بس على العموم الورق ده انا جايباه فرخ كامل من طبعا المكان اللي انا بشتري منه الادوات للقناه اللي هو العتبه من شارع الورق. فبجيب الكانسون كامل وبعدين كده رحت عند مطبعه في نفس الشارع، يا دوب ما يعني اتحركت خطوتين كده من المحل اللي المطبعه، وقلت لي ان انا عايزه اقص الفرخ ده ل ورق A4. الاسود كان 5 تقريبا لوح، او بصوا على ما اتذكر هما 3 لوح او 5 لوح، بس ما شاء الله كانت الجرامات بتاعته كبيره فهو يبين لكم ان هو كتير. ونفس نفس النظام في الابيض برضو، هما 3 لوح او 5 لوح، نفس مقدار الاسود يعني، بس يبان لكم قليل عشان الجرامات بتاعته قليله. فانا مش عارفه بعد ما جبتهم حسيت اللي هو انا جبت ده كله ليه، بس مش مهم. جبتهم وقلت انا هعمل بيهم 2 دفتر جورنال يعني على العموم يكونوا عندي، ما محتاجش ان انا اشتري مثلا دفاتر، ويكونوا عندي ان انا اعمل جورنال كتير لو انا حابة، غير مثلا ما انا بصور، فاهمين؟ وزائد ان انا عايزه اعمل لكم جورنال من البوم بلاك بينك اللي هو الاصلي اللي عندي، لان في الصور نزلت اصلا، وقعت لوحدها من الالبوم، ودي حاجه انا مش عارفه قلتها لكم قبل كده من الفيديو، في فيديو من الفيديوهات يعني. جودة الألبوم من جوه ما اتلزقش تقريبا، مش لازقين الصور حلوة في الفوتو بوك، اتقطعت. فانا حابه ان انا اعمل بيها جورنال برضو، فده سبب من الاسباب اللي خلاني ان انا اعمل الدفاتر دي. فالدفاتر دي يعني شكلها حلو جدا. المهم الدفاتر دي كان في فكرتين في دماغي احسن من بعض، بس هما طلعوا اسوأ من بعض دلوقتي، ودلوقتي هتشوفوهم. معرفش بالنسبه لي ما عجبونيش قوي، بس يمكن يعجبوكم، مش عارفه الصراحه. المهم ان انا ابتديت ان انا اخرمه، وطبعا عشان الصنايعيه اللي زيي، انا ست مدمنه بحب الشاي، انا بحب حاجه اسمها انا مدمنه شاي، قربت اخده في الوريد. المهم يعني انا بحب الشاي جدا، وبما اني انا بشتغل وصنايعيه فعملت لي كوبايه شاي عشان الاخرام دي مطوله معانا. لاني خرمت كتير جدا لدرجه ان انا في تقريبا 3 نسيت ان انا اخرمهم من الجهه التانية، فرحت فكم حوار. الفكره في الدفاتر دي، هي الفكره في الغلاف مش في الاجزاء الداخليه، فاهميني؟ فالفكرة في الغلاف مش في الأجزاء الداخلية. فأنا حبيت إن أنا عايزة أعمل غلاف مختلف، عايزة أعمل غلاف مجنون مطرقع، فاهميني؟ ف يعني مش عاجبني الغلاف التاني قوي، بس ماشي الحال في الأولاني، بس الغلاف التاني مش عاجبني قوي. وشكلي هعمله مش عارفة الصراحة هعمله ايه الصراحة، بس يعني في حاجة كمان عايزة اشاركها معاكم، لسه جاية في دماغي دلوقتي، معرفش ليه ما كانش في دماغي. المهم يعني فكرة ان انا عايزة في كذا دفتر جورنال خلص، طبعا خلص خالص يعني خلصته، بس الغلاف بتاعه اسود، فهو محتاج غلاف، عارفين اللي هو غلاف مطرقع. فانا عايزة اعمل ازين الغلاف بتاعه يكون اللي هو ايه، تشوفيها كده تقولي ايه ده جورنال. المهم يعني دي فكرة جت في دماغي، ممكن اصورها لكم ممكن لا، مش عارفة الصراحة، لسه بفكر فيها. بس احتمال كبير ان انا اصورها لكم، لان الفكرة اللي في دماغي حاساها احسن بكتير حاساها يعني لما تتنفذ هتبقى احسن بكتير من اللي انا بقولها لكم دلوقتي. المهم بعد ما قصيتهم وخلاص ظبطوا على البتاعة بتاعة الورق دي انا برضو لسه شارياها. انا بس حبيت ان انا انقص منها شويه عشان تبقى بتفتح وبتقفل بسهوله، ما تضايقنيش. وكده كده انا عندي ورق تاني، انا كنت هخلي الورق الابيض لوحده والاسود لوحده، بس ما فيش مانع من ان انا يعني انقص شويه برضو عشان الورق الاسود ما شاء الله يعني سمكه الجرامات بتاعته حلو يعني تخين، فاهميني؟ السمك بتاعه والجرامات بتاعته كبيره عن الابيض. الفكره اللي جات لي بقى بالورق ده او بالصور دي اللي انا
كان في فيديو شورت اصلا نزل لكم قريب، كنت بقول لكم عندكم افكار، او فيديو على التيك توك او على الشورت بتاعي منزل لكم على الاتنين يعني ايه الافكار اللي انا اعملها بيه. فحسيت ان انا فجأة وانا تايهة كده بعد ما خلصت بعد ما خلصت الدفتر، حسيت اللي هو انا هعمل ايه دلوقتي. الفكرة اللي كانت في دماغي، فحبيت ان انا الزق الصور دي، هلزقها بطريقة عشوائية جدا بالاحجام وكده، وهظبطهم وهيبقى غلاف رائع. بجد الغلاف ده انا مبسوطة بيه جدا، وحاسة اني يعني مش عارفة ممكن كان هيطلع احلى من كده لو انا ما فاتتش في شوية حاجات، بس هو طلع حلو يعني. هو رغم فتي ده والله، بس هو طلع حلو جدا. انا المفروض ما اقولكوش حاجات زي كده، بس عشان تعرفوا ان انا بقول العيب والحاجة الحلوة والحاجة اللي مش حلوة. خدوا في بالكم يعني اكيد مش هعمل لكم حاجة بيرفكت، يعني انا بني ادم. فابتديت ان انا ارسمهم بشكل عشوائي جدا على غلاف. انا كنت عامل الغلافين بس الصراحة يعني تقريبا حسيت ان انا اجهدت، تعبت يعني، تعبت خالص. فقلت خلاص هعمل بس الغلاف اللي هو في الوش، وفي الظهر بعمله بعدين يعني، او اعمله بفكرة تانية. بس الفكرة التانية ما نجحتش زي ما انا قلت لكم، فعملته بفكرة تالتة. المهم زي ما انتوا شايفينه كده ابتديت ان انا الزقهم، شكلهم امامير قوي. وعلى فكرة الغلاف ده برضو لما بشوفه كده بحس ان انا يعني مش عارفة، هي الفكرة اللي في دماغي اتنفذت برضو يعني، ان انا شايفة لوحة، فاهميني؟ فشكله حلو برضو. انا مش عارفة ان سوري يا جماعة لو في صوت بره، بس يعني الناس كلها بتحبك لها ان هي تعدي، العربية كلها بتحبك لها ان تعدي من تحت بيتنا دلوقتي، واي بني ادم بي بي ما كانش حد بيعدي من الشارع ده، بقى حلو الشارع دلوقتي. المهم نرفزوني. المهم هبتدي ان انا زي ما انتوا شايفين كده، هبتدي ان انا الزقه. بعد ما لزقته حطيت شويه حاجات ذهبي، الحاجات الافتكاسات الذهبي دي اللي هي الورق اللي بيلمع دي اللي مضايقاني، دي اكتر حاجه مضايقاني. ليه افتي واحط افتكاسات؟ دي اكتر حاجه مضايقاني تقريبا في البتاع كله، لان هو حلو اصلا، بس البتاع كله دي اللي ضايقتني. وحطيت طبقه كده عشان يعني ايه الغلاف يكون بيلمع يعني. هو فعلا الغلاف طلع حلو جدا. وعشان اقوي الورقه اكتر خليتها ورقتين ورحت ملزقاهم في بعض عشان يبقوا اقوى شويه. الفكره التانية بقى الصراحه دي فكره سهله جدا، يعني اي حد ممكن يعملها. لقيت عندي بوسترات زياده. هتقولي لي بوسترات زياده ايه يا هاجر انتي؟ ده توايس، هتاخدي البوستر اللي انتي بتحبيه لتوايس وهتقصيه هقول لكم عملتها. انا عندي بوسترات كتير الصراحه، والبوستر ده ميني بوستر، فانا عندي بوسترات كتير، وخصوصا البوستر ده انا عندي منه الاصلي، فاهميني؟ فانا ليه ما اقصوش يعني؟ وانا كده كده كنت اصلا بعد الفيديو ده تقريبا ما صورته، كنت انا ناويه اروح كوين ستور اصلا قريب، فقلت هشتري اصلا تاني. ففعلا يعني ده اللي حصل، اشتريت تاني. فعادي الموضوع بقى بسيط، فاهمني؟ بس يعني بعد ما قصيته كده كنت حاسه بندم شويه بعد ما قصيته، بس عماله اقول ندم، انا عندي بوسترات كتير لازم تبقي كده، فاهميني؟ بس فالبوستر طلع قمر خالص. دي صوره ممكن تطبعوها من اي حته وتلزقوها على فكره يعني مش لازم ان انتوا تشتروها بوستر خالص. هي لو كانت عندي كنت اشتريتها. انا كنت ناويه ان انا احطها بقى، يعني مش عارفة الغلاف الأولاني هيتحط مع الأبيض ولا الغلاف التاني هيتحط مع الأبيض، مش عارفة الصراحة ايه هيتحط مع ايه. المهم ان انا لزقتهم في بعضهم زي ما انتوا شايفين كده بشكل قوي يعني، وطلعت شكلها يجنن. بجد كنت مبسوطة بيهم قوي. اني حبيت بقى ان الصورة دي، يعني الغلاف ده حبيت ان هو يكون يعني تبع الغلاف اللي يكون الدفتر اللي هيبقى فيه الحاجات الأصلية يعني، فاهمين؟ هقطع بقى من كده قلبي. فكرة ان انا اقطع من كتاب ده والزق صور اصلية دي، ومن كتاب بقى لسه ألبوم غالي انا جايبه، عارفين الفكرة بتتعبني نفسيا والله. يعني لما بشوف الفيديوهات كده بقول طب اشتريتوه ليه؟ ما كنت طبعته الصور. بس انا عايزه اعملها، يعني انا عايزه اعملها بما اني اصلا زي ما بقول لهم كده الفوتو بوك بتاع بلاك بينك اصلا بوظ. انا حاسه ان انا بطلع من عن موضوع الفيديو والله.
تعودوا عليا بقى، تعودوا عليا ان انا رغاية وبطلع في مواضيع فرعية، تعودوا عليا. المهم ابتديت ان انا زي ما انتوا شايفين كده اقفل بقى خلاص الدفتر، خلاص رجعنا للموضوع. اقفل الدفتر، وكنت فاكر يعني بشوف الغلاف ده ولا ده ولا ده. في الاخر اخترت الغلاف ده الصراحة. الغلاف ده تحفة، تحفة الصراحة فنية، حسيت ان انا ابدعت فيه جدا. وطبعا ده بما اني اصلا قصة يعني خرمة الخرم بتاعته غلط فمش هينفع، فقلت استغله في الناحية التانية. انا كنت هحطه هنا بس قلت استغله في اني استخدم الدفتر التاني وخلاص، يبقى عندي دفترين، والدفترين انا هستخدمهم. كنت هستخدم ورق برضو زي ده، بس بعد كده قلت لا مش هستخدم الورق ده، ليه استخدمه؟ انا حاسه ان شكله اصلا كده حلو، فاهمين؟ يعني كده 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 الورق مع الوقت هيعمل، ومع الوقت اصلا برضو الورق اللي جوه ده انا هتخلى عن معظمه، لاني زي ما انا بقول لكم كده لما بنعمل جورنر بتبتدي ان الطبقات بتبقى فوق بعضها، فالكبسولة الحديدة اللي انا حطاها ماسكة الورق دي مش هتستحمل الورق ده كله، مع طبعا الحاجات اللي احنا لزقناها فوق الورق، فهتبقى السمك اعلى، فاهميني؟ فالورق ده كله اصلا ممكن يعمل دفتر تالت كمان، يعني فاهمين؟ فاكيد في فيديوهات جايه، في فيديوهات جايه كتير عن دفتر الجورنال. بس ان انا حبيت ان انا اعمل معاكم برضو، اشارك معاكم الفيديو ده. والله الفيديو ده ما كنتش هينزل لكم، ما كنتش عندي نيه ان انا انزله لكم، بس حبيت ان انا انزله لكم عشان ليه لا، يعني الفيديو حلو ما فيهوش حاجه. انا بس اللي متضايقه من نفسي ان انا استسهلت مثلا وخدت البوستر ما عملتش فكرة يعني اللي هي فكرة حلوة تانية، لان انا وانا بصور الفيديو انا نسيت الفكرة التانية، ولغاية دلوقتي انا ناسية الفكرة التانية اللي انا كنت عايزة اعملها. وفي فكرة مش هينفع انفذها لان هي محتاجة صور كتير، فاهميني؟ ففي كذا فكرة. ده زي ما بقول لكم كده، زي ما بوريكم البوم اللي هو الفوتو بوك بتاع بلاك بينك، زعلانه عليه قوي ان هو اصلا مقطوع. طب ليه يعني؟ بجد مش عاملينه بجوده حلوه، مع ان فرقه بلاك بينك دي يعني فرقه جامده جدا. الشركه بتاعتهم اسوأ شركه ان هم بيستخسروا فيهم بامانه، لان هم الالبوم بتاعهم حلو جدا. المهم كمان قلت ممكن اعمل ببيبي مونستر، لان بيبي مونستر برضو حاطين 2 فوتو بوك، فيعني اكيد مش هستخدم ال2 فوتو بوك او اسيب ال2 فوتو بوك، فممكن استخدم الكبير، لان الكبير عامل لي ازمه مش لاقيه مكان احطه فيه. واسفه على الصوت الخارجي ده. وبس كده الفيديو بتاعنا يكون خلص للنهارده. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش اكيد تحطوا لي لايك، اكيد يعني، وتشتركوا في القناه وكمان تفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله في القناه. واكتبوا لي انهي اكتر دفتر عجبكم، طبعا الدفتر ده ولا ده. وبس كده الفيديو بتاعنا يكون خلص للنهارده. شكرا جدا على تفاعلكم في الفيديو اللي فات، اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. وشكرا على تعليقاتكم الجميله، الصراحه بحبها جدا وبحب اقراها. بس كده، باي.